سمعنا منك موال في ختام علماية، فينا نسمعه الآن مباشر؟ نعم، سمعنا مقطع منه اللي هو أنا كتبت لك حكايتنا. على المايك محمد. يلا تفضل على المايك محمد. ساعدني في الكلمات بس شوي. معك بيساعدك اللي كتب الكلمات عبد القادر. لا بدنا الموال، أنا عجبني الموال، تفضل. يابا حكايتنا كتبناها بدينا، فصول سطور فرحتنا بدينا، ومدام جيالنا ما تفرط بدينا، نصرنا بآخر القصة انكتب. مدام جيالنا ايش هي متمسكه بدينا؟ مدام جيالنا ما تفرط بدينا، نصرنا باخر القصه انكتب. ايش الرساله محمد اللي كانت بدها توصل من هذه الكلمات ومن هذا الاداء؟ والله هي شوف، هي لانه القصه بشكل عام انه الاغنيه بتحكي عن قصه بنت صغيره ربيت بعيده عن وطنها برا وطنها. ف بحكي لهم انه مهما الانسان يعني كان بعيد وقصته كانت صعبه، ومهما لازم تضلك متمسك بدينك وعندك ثقه بربنا سبحانه وتعالى حتى انه تتصلح كل الامور، ترجع لوطنك، ترجع لك. ديما احنا سالناك، انت قلتي على المايه